سكن الملك محمد السادس هذا المركز الاستشفائي الجامعي الذي أطلق عليه اسم محمد السادس بجهة طنجة تطوان الحسيمة. هذا الصرح الطبي والصحي الضخم هنا بالجهة ووطنيا، وكذلك الذي يعد الأكبر في شمال إفريقيا، والذي يحتوي على مجموعة من الخدمات التي ستقدم للمواطنين لساكنة الجهة بصفة خاصة، وكذلك للمواطنين بصفة عامة. مجموعة وأحدث الآليات والتكنولوجيا في المجال الطبي متواجدة هنا بهذا المركز الاستشفائي، والتي ستقدم من خلالها العلاجات للمواطنين. هذا المستشفى الذي يحتوي على أزيد من 23 غرفة عمليات مزودة بأحدث الآليات. نتحدث عن الآليات كل ما يخص إيغام، أجهزة الإيغام والTDM وباقي الأجهزة. في 22 من شتنبر 2015 أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقة أشغال إنجازه هو المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة. إنه الصرح الطبي الضخم والأكبر في شمال إفريقيا، شيد على مساحة إجمالية قدرها 19 هكتارا، تحتوي على 115 ألف مترا مربعا مغطاة، بموقع استراتيجي قرب المركز الجهوي للأنكولوجيا وكلية الطب والصيدلة. المركز يتوفر على 23 غرفة للعمليات، بما في ذلك غرفة العمليات الهجينة مع جهاز الأشعة المقطعية مدمج TDM، كما يتوفر على جهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي إيغام، فضلا عن 3 أجهزة للأشعة المقطعية TDM وغرفتي قسطرة للقلب وغرفة تصوير الأوعية الدموية. وكذلك يتوفر المركز على قسم متخصص في علاج الأمراض الجلدية في صورة تعكس حضور التكنولوجيا بقوة في أحدث صيحاتها الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بعروس الشمال. معلمة طبية تؤسس لروح خدمة المواطنين، وهي تعتمد في خدمتها قيم الابتكار، النزاهة، الأخلاق والالتزام، ثم الجودة، في حلة بهية تطل على ساكنة جهة طنجة تطوان الحسيمة، موفرة كل الأقسام المختصة. فبالإضافة إلى مركز الحروق البليغة، يتوفر المركز على مختبرات من المستوى الثالث ووحدات لزراعة النخاع الهضمي، دراسة النوم وعلاج السمنة، كما يتيح فرصة للمساعدة الطبية على الإنجاب. المركز أيضا يوفر خدمة المساعدة الطبية الطارئة SAMU مع مركز علاجات الصدمات النفسية، ويتوفر على مهبط خاص بطائرات الهليكوبتر. نعم، هو جيل جديد من الخدمات العالية المستوى في المجال الطبي، الذي يتأكد من خلال التوفر على صيدلية معلوماتية متطورة. يقدم المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة العلاجات من المستوى الثالث، ويهدف إلى جعل جهة طنجة تطوان الحسيمة قطبا طبيا بامتياز على الصعيد الوطني، والإسهام بشكل كبير في القضايا المتعلقة بالصحة والعلم وتقاسم المعرفة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تصل طاقته الاستيعابية إلى 854 سريرا